جورج لحظه، انت عندما الرجال بيتحدث بتدخلني اللي جنبك، اذا انت ايش تطرقت فيه انه ممكن توضح لي ايش اللي عندك؟ انت ما فهمت؟ لا فهمت لك ايش اللي تقصده. فهمت ولا ما فهمت؟ لا ما فهمت. ايش ما زال ما فهمت ليش عم تسال؟ لا اللي بتقصده ايش انت؟ اذا انت رجل لا لحظه، لا انا ما بتدخل في حقي، اذا انت رجل ما عندك ثقه في نفسك. عم يقصد فيصل. لا فاهم فيصل يقصد انا ما جاي هنا تشرح لي. طيب جاوبني مازال. لا لحظه ما تشرح لي، اذا ما عندك ثقه في نفسك يا اخ جورج جاوبني. لا تحملني ما تجاوبني. لا بغيت ما بجاوبك، انت جاوبني. اذا ما عندك ثقه في نفسك لا توجه الاسئله لي، فهمتني؟ ولا تقول احمد انا اعطيته ولا تشوف اللي تشوف انت بعين طبعك مسوي ان انت طالع عنا اليوم زلمي وفاهم كل حاجه وفاهم عم بيحكي وعم بيحكي. لا صحيح بقول لك اياها بحقيقه يعني عم بيحكي اعطيته مثال. لا تحط اشياء مؤشرات عليك علي انا، يعني انا بعيد عن هذا. وبعدين نحن كعرب ذكرها الاخ فيصل، عندما تسالني في اي سؤال ممكن واحد يجاوبك، لكن ما انا متخصصين يا اخ جورج. وصلت الرساله بس خلاص نفهمك الرساله. شكرا على المعلومات. في الدوحه عمل لا دورك عادي. مباراة السعودية واليابان، لو السعودية لعب انا ما اعرف بيلعب اي تشكيلة، لو لعب الفريق الاول مباراة هي صعبة، لكن نعم. اتوقع فوز السعودية. لحظة يقول لي لا تخلي احمد الرواسي يحلل، هاي كلام؟ هذا حلل هذا. انت قلت كده. يلا وسوريا على الاردن. لا بس ما يجوز. لحظة بسالك اي شيء يسوي لك تبي تمشي. لا لحظة خلاص قولوا سوريا على الاردن. بسالك انت قلت لا دحين انت لا لحظة لا تحط في ذمتك مو زين ترى. انا سالتك ترى انت بتروح بالسيارة تمشي الحين. لا عليك يا شيء انا سالتك دحين قلت ولا انت شفتني؟ قلت ولا ما قلت؟ قال خالد انا سمعت بس كل شيء خالد يقول صح. قلت ولا ما قلت الان يقول. انا ما قلت شيء. فيصل باثنين شاهد. فيصل شاهد معي ولا لا؟ ها؟ فيصل قال ولا ما قال؟ لا بس محمود ما تكلم. انت حركات خالد هذا نفس الشيء قدرت عبد الرضا عباس ودائما كذا. هو الحين ما قال لك اساله. اسال حمود اساله. ما اساله خالد دائما تفوق عبد الرضا. لا يا عبد الرضا شوف على الطاقه دحين. احمد هذا ماشي جديد خالد صنع العاب هذه وضدي انا الوطني وضدك انت ومنتخب عمان. احمد الرواس لا بالفريق احمد الرواس لو قلنا لك من هو افضل صانع العاب في المجلس؟ ميسي المجلس من هو؟ انت صانع العاب. انت صالح الحمادي. صالح احمد الرواس. اعطي توقعك لو سمحت. توقعي مثل ما قلت لك يا السعوديه اذا لعبت فريق ذكرتها، اما بالنسبه ما ذكرتها ما اعرف قلت. قلت لك اذا السعوديه لعب في الفريق الاول دوافعوا تعرف بعد ما طلعوا لازم بغى يثبت لكم مباراه صعبه جدا، لكن لو لعب في الفريق الاول رجع كفه السعوديه. المباراه الثانيه بين الاردن وسوريا مباراه صعبه جدا ومباراه اتمنى ما يكون توقعك بسبب خلافك مع جورج. اتمنى. لا ما جورج لا حكى صراحه هذول شوف انا رجل اتكلم باللي شوفه، هذا اللي يتكلموا بعواطف. جورج لحظه يا جورج اسمع، انت تتكلم بعواطف لا تتكلم ارجوك. خلي احمد يتكلم. تفضل احمد. يلا يا اخي قلت لك مباراه الاردن احمد رجل حقاني صراحه. مباراه الاردن وسوريا نفس العمليه اللي هي اتوقع فوز سوريا نسبه لانه سوريا. قد يكون يقوموا افضل. يا سلام عليك يا سلام. صفق مجاني سانس جورج سانس. معناته يا اخوان مبروك فوز الاردن بكره. مبروك فوز الاردن بكره. لا خليك تخبط. لا ما توقع شيء صح. يا عمرك ما توقعت شيء صح. لا هذا كلام فاضي. عمرك ما توقعت يا خالد انا بعرفك هذا الاشخاص عشان المجلس والمشاهدين يعرفوا عندنا ناس تردد بغبغان ما يجيبوا ابطال دائما تردد يا زلمه انت اللي قاعد والله سنتين اسمع صار لك شهرين تتوجه ما للسعوديه. عندها امكانيات تردد للسعوديه. شفت انت الفكر يجيبوا واحد وثلاثة اشخاص اربعة معروفين. يا خالد قاسم نعم 3 4 اشخاص. صالح الحمادي لو سمحت انت واحد منهم تردد انت يا زلمه انت بس الاخطبوط انت خلي انت بس بتتوجه للسعوديه. لا اتمنى من مخرجنا التركي وعبد الله يعدوا لك توقعاتك انت كلها صح. اتمنى اكون بالحلقه اللي حكيت عند الاخطبوط بطل عن النتائج. كنت اتمنى انت ما تقول كل مره انت تفوز عشان تفوز لك انك ما حللت. نعم توقع صح. انت بس بدك تعاطف. اتوقعت لا ما بتتوقع انت ولا مره توقعت صح. كله تعاطف بس بدك تعاطف. اذا انت لا لحظه يا زلمه اليابان بكره بدها تلعب ولك يا زلمه لو كنت فاهم ما تقول تعاطف مو بلدي. تعاطف مع مين؟ تعاطف مع كله. انا ياباني ولك يا زلمه ياباني شفتني كينج كو. يا زلمه اذا اليابان بتلعب مع الاردن بقول لك اليابان، اذا سوريا مع الاردن سوريا،
اذا الهند مع الاردن بتوقع الهند بيعرفش بالفوتبول. لا لو بيعرف لا لا. بالفوتبول بقول لك تعادل. هذا بقول لك مشكلتكم 1-0 بس بيعرف بالفوتبول. يا صلاح اذا بعد لك 3 لعيبه هذا بالمنتخب حقه مش قوية. والله بعد 3 لعيبه يحولوها الى شعب. عد 3 لعيبه هذا بالمنتخب حوارات سوريا. لما يسمعها الشخص عد او 3 لعيبه الانسان بالمنتخب سوريا. غير واعي مش انت- يفكر مش انا ضد اي بلد. هذا مو حقيقة. لا، انت ما انت تستخدم مش عبارات منتخب انت ما سوريا. قادر عليها. مش منتخب انا سوريا. قلت لك يا اخي نفس المدرسة كلمتك على سوريا عنده الناقل الهجومي اشوف فراس الخطيب لاعب موجود ما يلعبش فراس الخطيب انت بالصوت. بغيت اذا قلت الاردن بيفوز يعني انت ترتاح لي وليش؟ ماشي عاد تحركني على 4 رايك لعيبه من منتخب سوريا. تعاطف بغدنا على رايك. عد 4 لعيبه من منتخب سوريا. 4 لعيبه من منتخب ما سوريا. اعد لك اي احد انا إذا اشوف بس ملعب فراس انا ما الخطيب اعد لاعب يا اخي. عد 4 لعيبه منهم. انت جعب 4 من الهند ما حكيتش عن الهند. بس احكي بس ما حكيناش عن الهند. كلامك فاضي ما حكيناش عن الهند. ولا يعطيك ما حكيناش عن بنحكي عن سوريا. ايوه محمد هذاك كوكو وهذاك اسمه مين؟ في الهند عارفين عد لي 4 يا اخي تجيبوا لي حاجات عد 4 يا فيصل يا صلاح صلاح. صلاح رقان يعني عندما تتحدث اول حاجه تمكن من المعلومه ما تمكن من بعطيكش قدراتك معلومة يا زلمة. عاطفه اي أنا ما عاطفه بعطيك بيني وبين معلومة. الاردن وسوريا أنا ما اي بعطيك عاطفه بيني وبين معلومة. اليابان انا لما وين جيت ماني- قلت سوريا بتفوز قلت مبروك للاردن. لحظه لأنه الجميع عمرك ما خالد توقعت قاسم صح. قالوا توقعوا انه اوزبكستان بتفوز على الصين صح صح. انا توقعت الصين وفعلا حرقتها ولو تلاحظ اهداف اوزبكستان من يعني اهداف من خارج المنطقه ما قدروا يدخلوا عليها يا اخي انا اتوقع فازت فني الصين ما على- بتوقع فازت عاطفي الصين على- شباب الساعة 3:10 لو سمحتوا الآن لحظة الآن توقعاتك تخلص. توقعت بدنا نعيد لا بعيدوا لي اياها اتوقع يمكن عاد سوريا اذا كان مستواهم سجلوا بسرعه ممكن يفوزوا 3-0 بس السوريين مبسوطين. كم؟ ها يا جورج بكره موعدنا ان شاء الله. بكره على الملعب فيها هي انا وياك. ولعلمك ايه بكره بيأثر عليك الجمهور السوري جمهور والله العظيم افضل جمهور في البطوله شكرا انا حضرت عبد الله الضحافه حياك والله العظيم انا ما بلعب والله حماس كذا احنا بنعتز بالجمهور السوري وبنعتز بالجمهور السعودي وبكره راح تستمتع. بكره راح بس تقعد تستمتع بالجمهور الاردني. صحيح. راح تستمتع لانه بقول بعرفش عربي. بكره راح تستمتع شباب إذا فازوا شباب إذا فازوا بكرة الأردن نبي سناف شو اسمه؟ كنافه لا مش كنافة منسف أردني. على راسي. وإذا فازوا بكرة سوريا نبي كنافة سورية الكنافه برضه الكنافه لا موسم تبل الفول تبر اوكي الفول. اوكي شباب عندكم خلاص عندنا. طيب دكتور توقعاتك